اي حد بيروح يشتري عربيه جديده بيبقى نفسه في اللون الاسود باعتباره انه اكتر لون شياكه يعني. انا النهارده جاي اثبت لك وبالتجربه العمليه ان اللون الاسود مش مناسب خالص لمصر، لان احنا عارفين ان اللون الاسود هو اكتر لون بيمتص حراره، فالعربيه في الصيف هتبقى صهد وعزلها مش هيبقى كويس، وده طبعا هيأثر على التكييف. يلا بينا نشوف درجات حراره الصاج في العربيات في الصيف في مصر عامله ازاي. النهارده درجه الحراره 34، واحنا دلوقتي الساعه 5:30، يعني بعد ما العربيه وقفت طول اليوم في الشمس وشربت الحراره بتاعتها. يلا بينا نشوف. 53 في الحته اللي ناحيه الشمس شويه حوالي 54. يلا بينا نشوف اللون السيلفر هيبقى قايس كام. 40 فرق 14 درجه، 44 فرق 10 درجات، 41. طب يلا نشوف اللون الكحلي ده. 50 ده لون غامق. طب يلا نشوف اللون الابيض. 39.5. معنى كده ان في حوالي 15 او 20 درجه فرق ما بين اللون الاسود للون الابيض، فالالوان الفاتحه طبعا هتبقى احسن وعزلها هيبقى احسن والتكييف بتاعها هيشتغل اسرع ومش هيتاثر بسرعه. وده كمان كان الساعه 5:30 العصر، ممكن في وقت الظهر الشمس تكون اعلى من كده والفروقات تبقى اوسع من كده.